السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المحشية بالرز والقوانص. خطيرة وتحفة جدا واللون خطير زي ما انتم شايفين كده. بس عشان يطلع معاكي بالشكل ده تابعي الفيديو للنهاية. عندي هنا بصلة بحجم كبير مقطعاها مكعبات، هنزل بيها على معلقة كبيرة من السمنة البلدي. تمام، تقدري تستخدمي زيت بس هنا الرز لما بنستخدم فيه السمن البلدي بتبقى طعم الفراخ فظيع. وممكن نمكس الخليط، يعني ممكن نعمل زيت وسمنة مع بعض، فتقدري براحتك زي ما انت عايزة. عندي الكبد والقوانص بتاعة الفراخ نفسها انا قطعتها لمكعبات ونزلت بيهم على البصلة. يا دوب البصلة بس كده يعني اخدت تشويحة بسيطة، ونزلت عليهم بالكبد والقوانص. قلبي كويس لغاية ما تاخد اللون لون دهبي. تمام، وبعد كده هنزل عليهم بالرز المصري. انا هنا استخدمت كوبايه ونص من الرز المصري طبعا مغسول كويس جدا. وبعد كده هنزل بيهم على خليط البصل والقوانص. طبعا كميه الرز بتختلف على حسب بدك هتعملي كام فرخه. انا هنا عملت فرختين، استخدمت ليهم كوبايه ونص بالمج اللي هو بتاع الشاي. تقدري لو انت هتعملي الكميه اكتر من 2 فرخه تقدري تزودي الكميه. الفراخ اللي أنا استخدمتها هنا حجمها 650 مللي. تقدري تستخدمي الوزن أكبر من كده، بس أنا بالنسبة لي الحجم ده حلو جدا. خاصة إن هي لما بتتحشي بالرز وزنها بيزيد وبتبقى كبيرة. كمية المية اللي أنا استخدمتها هنا أنا استخدمت كوباية من المية على كوباية ونص من الرز. طبعا أنا هنا يا دوب الرز بعمله نص سوا مش سوا بالكامل، لأن هو هيكمل تسوية في الشوربة بتاعة الفراخ. فيا ريت الرز يكون نص سوا مش رز يعني كامل التسوية. أول ما هيتشرب المية بتاعته كده أنا هرفعه من على النار وهبتدي أحشي بيه الفراخ. طبعا الملح هنا حسب الرغبة، أنا هنا ما استخدمتش غير ملح وفلفل فقط. ما استخدمتش أي توابل تاني. تقدري تستخدمي توابل فراخ، بس هي أنا مش بستخدم غير الفلفل والملح بس. وزن الفراخ عندي هنا 650 جرام. تقدري تستخدمي الحجم أكبر من كده، بس أنا بالنسبة لي الكمية دي أو الوزن ده حلو جدا. هبتدي احشي الفراخ الاول. انا هرفع طبعا هنكون غاسلين الفراخ حلو جدا. وبعد كده هنفرغ الجلد عن اللحم بتاع الفراخ. تمام، انا بنزع الجلد كده ببتدي ارفعه بايديا لغايه ما بفصل الجلد عن اللحم وابتدي ادخل جواه الرز. ببدا من فوق الاول وبعد كده بابتدي أحشي من تحت. أولًا هنا أنا باحط ملح وفلفل في الفراخ من جوّه، في العضم بتاع الفراخ من جوّه. قبل ما باحشي بالرز أنا باطعّم العضم واللحم بتاع الفراخ علشان تبقى من جوّه ومن برّه الطعم بتاع الملح مضبوط جدًا. فأنتِ هتعملي بملح وفلفل اخلطيهم مع بعض كده، وابتدي ضبّطي طعم الفراخ من جوّه ومن برّه. بعد ما بنخلّص الحشو كده من الخارج بنبتدي نحشي الرز من جوّه زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. وبنحاول نضبط الكمية ونوزعها حلو علشان خاطر في التسوية الرز ما يبقاش فيه أماكن فيها وأماكن ما فيهاش. حاولي تظبطي كده الكمية وتوزعيها على الفراخ بالشكل ده، بحيث كمية الرز تبقى متوزعة في الفراخ كلها. شايفين أنا بحاول أوزع الرز كده في الجوانب بتاعة الفراخ. وببتدي هنا شايفين بجيب العضمة بتاعة الرجل بتاعة الفراخ أنا بادخّلها في الفتحة دي، وابتدي أطلّع الرجل من الناحية التانية. شايفين؟ بادخّل ده في ده، يعني عكس بعض. وابتدي أوزّع الرز كده بإيديّا حلو كده. تقدري طبعًا تلبسي gloves في إيدِك، بس زي ما أنتم عارفين أنا مش باحب أستخدم جلافزات في إيدي، لإني مش باستحمل أي حاجة تبقى ملامسة كافة إيدي. هنا شايفين الجوانح أنا بارجّعها لورا كده علشان يعني ما تاخدش مكان معايا في الحلة في التسوية. أهم حاجة إن إحنا نوزّع الرز بتساوي بالشكل ده علشان يبقى الفراخ كلّها متغلّفة بال بالرز. طبعًا هنخلّص كل الكمية دي ونبتدي بقى في مرحلة التسوية. أهم حاجة إني أنا بارجّع الجوانح دي لورا علشان خاطر ما تبقاش واخدة مكان معايا في الحلة. عندي هنا بتبقى في مَيّة مغلية، وطبعًا المَيّة اللي أنا باستخدمها للفراخ مش بتبقى كتير. تمام، المَيّة يا دوب نسبة المَيّة الفراخ يا دوب بتبقى بس مغطية الضهر علشان الفراخ ما تفرقعش معاكِ في المَيّة. شايفين هي بس لون الحلة غامق فمش واضح. تمام، أنا هنا حطيت ملح وفلفل. تمام، وعندي طماطماية متقطعة يعني شرايح، وبصلة ورق لورا
ما استخدمتش أي توابل تاني، أنا ما استخدمتش غير الملح وفلفل وبصلة وطماطماية وورق لورا. هننزل بالفراخ على ضهرها كده بالشكل ده، تمام، ونحاول المَيّة ما تكون يعني منسوب المَيّة شايفين يا دوب بس مغطي الضهر بتاعة الفراخ، علشان خاطر لو المَيّة بقت كتيرة، يعني لو المَيّة كانت كتيرة الفراخ ممكن تطرقع معاكِ، ونحاول قدر المستطاع كمان ما نملاش الفراخ بالرز كتير، علشان خاطر شايفين هو الرز لمّا بييجي يستوي بيبتدي يملى الفرخاية، فبتبقى يعني ممكن الكمية لو كانت كتير الفراخ بتطرقع معاكِ. وبعد كده بنوطّي البوتاجاز بنسيبه على نار هادية جدًا، بياخد حوالي من ساعة لساعة و10 دقايق على حسب الوزن بتاع الفراخ، لو الحجم كبير بياخد وقت في السِوَى، لكن لو حجمه صغير زي ديّة يعني ما أخدش معايا غير ساعة بالضبط. عندي زيت غزير هنا استخدمته وحطيت فيه معلقة كبيرة من السمن البلدي، تمام، وابتدي هنا أحوّل يعني أبتدي أحط الزيت على الفراخ من فوق علشان تدّيني لون حلو كده، وبعد كده بنبتدي نحمّر الفراخ من كل الجوانب لغاية ما تاخد معانا اللون التحفة ده، وعلشان تدّينا اللون ده لازم يكون الزيت غزير. طبعًا لو وصلتِ معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلِك مني كل الوصفات الجديدة. سلام عليكم.